السلام عليكم البنات، واش عمركم جلستوا مع راسكم وبديتوا كتسولوا علاش وليت كنحس باللي حياتي ناقصه؟ علاش كنبكي من بعد ما كنشوف ستوريات ديال البنات في انستغرام؟ علاش كندخل كنضحك وكنخرج كارهه حياتي؟ الجواب بسيط ولكن مؤلم. حنا بقينا كنعيشوا وسط صور ماشي ديالنا، ومعايير ماشي ديالنا، وواقع ماشي واقعنا. شحال من بنت كتشوف وحده لابسه ماركات، كتسكن في دار كبيره، والضو داير في الكوزينه بحال شي سلسله تركيه، وكتقول في سرها شوف الفرق. ولكن واش فعلا كتعيشي الفرق؟ حيت اللي كيبان ليك في تليفونك راه غير تانية وحده من حياتهم، ديكور، فريم، فلتر، ضحكه مصنوعه، وراه ما يمكنش تعرفي شنو كاين. يمكن تكون ضاحكه في الصوره وباكيه من الداخل ديالها، يمكن تكون دارهم عامرة ضوء ولكن في قلبها مظلم، يمكن تكون دارت المكياج ساعتين باش تصور لحظة وحدة، ثانية وحدة، وهي ما لاقياش حتى باش تضحك مع رجلها 5 دقائق. حنا عايشين في زمان كيخلي المقارنة كتقتل بصمت بلا ما نحسو. ولكن راه ماشي حياتك اللي ناقصة، قلبك اللي تيعيا يشوف صور ماشي ديالو، حتى عيا يشوف النعمة اللي بين يديه. بزاف ديال النساء كيبداو يضغطوا على راسهم، خاصني نكون بحال فلانة، خاصني نعيش بحال فلانة، خاصني نتصور بحالها. ولكن نسيتي كل واحد وظروفه، وكل قلب وعنده حرب ما عالنش عليها. شوفي وليداتك، شوفي راجلك، شوفي الراحة اللي بين يديك وبين داركم. راه كاينين النساء كيمشيو ينعسوا هما تايهين وسط افكارهم، وانتي عندك حضن دافي. كاينين النساء كيتمنوا غير صباح بلا دموع، وانتي في كل صباح كتفيقي وسط ناس كيحبوك. حبي حياتك وخا بسيطة، قدري نعم الله عليك وخا ماشي في انستغرام. حاولي كل مرة تشوفي شي ستوريات مثالية، وتذكري ماشي كلشي اللي كيتصور هو الحقيقة. واللي فرحانة من الداخل ما كتحتاج تفرج العالم كله في كل لحظة من حياتها. بنتي، اختي، حياتك كافية، غير خاصك تشوفيها من العين الصحيحة ماشي من عين انستغرام. والسلام عليكم.